لا يفتخر البغل بشيء سوى أن أباه قد كان حصانا، وناسيا أن الفتى من يقول ها أنا ذا، وليس الفتى من يقول كان أبي. ده السلطان أحمد دينار، حفيد السلطان علي دينار عليه رحمة الله تعالى، الذي له إرثه وله تاريخه وله قيمته الاجتماعية عند السودانيين، الذي ما زالوا يمجدونه ويذكرونه بالخير. يا اخواننا عندنا مثل سوداني بيقول النار بتلدي الرماد، فعشان كده ده يعني ينطبق المثل على احمد دينار. جده السلطان علي دينار له مجده وله تاريخه، والآن هو متولي كمدير لشركات الدقلو في تركيا. ده حفيد السلطان علي دينار. يا اخواننا، الميليشيا التي سفكت دماء أهله واغتصبت حرائرهم وشردوا أهاليهم، فكل هذه الأشياء الشنيعة عملوها مع أهله، وهو الآن بوق تابع لميليشيا الدعم السريع الإرهابية والإجرامية. فعشان كده يا إخواننا شايفين الآن يعني في منشورات عديدة بتطلع، ده السلطان وده وده وده، هو إنما هو خادم لدى ميليشيا الدعم السري ولا يعدو كونه خادما. فعشان كده نحن الحاجات اللي نراها في الميديا دي من المفترض ما نقتر بها كثيرا، فهو بوق من أبواق الميليشيا.